السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. محاضرتنا النهاردة او جرعة اليوم النهاردة هتكون في مادة الفارما. ركز معايا بقى عشان نعرف ايه هي الجنرال بتاعة الفارماكولوجي. دي الحاجات الاساسية البيزك المفروض تكون ايه تعرفها عن المادة. يعني ايه اصلا فارماكولوجي؟ الفارماكولوجي دي علم الادويه، اللي هي الفارماكولوجي. ده العلم اللي بيدرس الادويه. الاول احنا نشرح بالعربي وبعدين نبدا نشرح على السلايد بالانجليزي. ده العلم اللي بيدرس الادويه بتتعمل ازاي، بتدخل الجسم ازاي، بتأثر على الجسم ازاي، بنستخدمها في علاج ايه. يعني هنا بقول لك اهو الساينس هو الساينس اللي بيعرفك الديلز بتاعت الدراجز، سواء نيتشر طبيعتها او فارماكو دايناميك او في الفارماكو كينيتكس او طريقة الاستخدام بتأثر اللي هو بنستخدمها في علاج ايه، وكمان البريبريشن طريقة تحضيرها والادمنستريشن بتاعتها. تمام. يبقى تاني قلنا ان هي بتأثر على بنعرف منها النيتشر الطبيعة بتاعتها، وكمان الفارماكو دايناميك والفارماكو كينيتيك والثيرابيوتيك يوز والبريبريشن وكمان الادمنستريشن. نبدأ نعرف ايه هو الدراج. بس خلينا نعرف الفارماكولوجي. ده العلم اللي بيفهمنا الدواء بيعمل ايه في الجسم والجسم بيعمل ايه في الدواء. فنبدأ ناخد الدواء اللي هو الدراج ده بقول لك ان هو مادة كيميكال سبستانس ذات الترا بودي افكت فانكشن. هو بيغير في وظيفة الجسم، سواء ان هو بيعمل تشخيص diagnosis او بيعمل prevention وقاية او بيعمل treatment اللي هي حماية. تمام. بيحمي من ايه؟ من الامراض. يبقى تاني هو اي مادة كيميائية تدخل جسمك وتغير وظيفة، سواء تشخيص مرض او تمنعه او تعالجه. طيب الدراج بتشتغل ازاي عندنا هنا؟ بيجي مولكيول من الدرج يتحد مع مولكيول من الجسم ويبدأ يعالج عن طريق 3 طرق. يبقى الدواء بيشتغل ازاي؟ اي دواء بيأثر على الجسم ب3 طرق اساسية. اول حاجة الريبليسمنت ده اللي هو التعويض. الدواء ده بيعوض حاجة ناقصة في الجسم، زي مثلا مريض السكر بياخد انسولين عشان يعوض السكر اللي في جسمه. نقص هرمون الغدة، مريض اللي عنده نقص في هرمون الغدة بياخد ايه؟ بياخد ليفوسيروكسين. تمام، عشان يعوض النقص اللي عنده. طيب مريض اللي عنده انيميا بياخد حديد عشان يزود نسبة الدم، كرات الدم الحمراء عنده. فهنا الفكرة بتكون في ايه؟ ان الجسم ناقصه حاجة نديها له جاهزة. تمام. دي في الريبليسمنت اللي هي التعويض. ناخد بقى الانتربشن اللي هو التعطيل او الايقاف. الدواء بيوقف او بيقلل عملية بتحصل في الجسم. زي ايه؟ زي مثلا بيتا بلوكرز دي بتقلل ضربات القلب. تمام. او ال NSAIDs. يعني ايه الاختصار ده؟ ده اختصار لكلمة النون سترويد انتي انفلاماتوري دراجز، ودي بتقلل التهابات. تمام. بعد كده هناخد الانتي بايوتيك دي بتقتل البكتيريا. نراجع تاني. يبقى قلنا الريبليسمنت حاجة من 3: انسولين، ليفوسايروكسين، ايرون. يبقى انسولين، ليفوسايروكسين او حديد. تمام. وفي الانتربشن يبقى بيتا بلوكرز، والاختصار اللي هو بتاع النون سترويد انتي انفلاماتوري دراجز ده بيقلل الالتهابات، دواء لتقليل الالتهابات غير استيرويدي. والانتي بايوتيك اللي هو بيقتل البكتيريا. الفكرة بقى في الانتربشن اللي هي حاجة زيادة او غلط بنوقفها. ما بيعملش حاجة ان هو بيوقف او بيقلل. تمام. بعد كده النوع الثالث معانا في طريقة عمل الدواء اللي هو البوتنتيشن دي اللي هي التنشيط او التقوية. الدواء بيزود او بينشط عملية في الجسم،
زي ايه؟ زي الديوريتكس اللي هي ده بيزود اخراج البول، ده مضر البول يعني. واللاكسيتيفز دي بيسهل عملية الإخراج، ملينات يعني. والبرونكو دايليتور اللي هو بيوسع الشعب الهوائية. يبقى الفكرة في حاجة شغالة بس محتاجة زقة. يبقى أول حاجة قلنا هي الريبليسمنت وهو التعويض. الدواء بيعوض حاجة ناقصة في الجسم، زي السكر وزي الانسولين اللي هو الانسولين، وزي هرمون الغدة اللي هو الليفوسايروكسين، وبتاع الانيميا. يبقى قلنا الفكرة بتاعت الموضوع هنا ايه؟ ان الجسم ناقصه حاجة نديهاله جاهزة. والفكرة بتاعت الموضوع التاني ان هو في حاجة زيادة او غلط بنوقفها. والفكرة بتاعت الموضوع التالت ان في حاجة شغالة بس محتاجة زقة. تمام كده، خدنا الدواء بيشتغل ازاي. نبدأ بقى نعرف التايم او التوقيت، مراحل تأثير الدواء في الجسم. أول مرحلة معانا وهي الأنست دي بداية المفعول، وقت ما الدواء يبدأ يشتغل. سيبك من الكلام اللي هو كاتبه ده كله واكتب مكانها اكتب مكانها when the start drug working when the drug start working. تمام، اللي هو وقت ما الدواء يبدأ يشتغل. الدواء بيبدأ يشتغل في الوقت بتاعه، يا اما بياخد بضع دقائق او ساعات بياخد في بعض الادوية بياخد ايام. تمام، على حسب تركيز الدواء. بعد كده هناخد ايه هي البيك اللي هي اقصى مفعول بتاعنا. الاقصى مفعول اللي هو اعلى تركيز وتأثير للدواء اللي هو ماكسيموم افكت. سيبك برضو من الكلام اللي هو كاتبه ده واكتب ماكسيموم افكت. ساعتها بقى بيكون ان الدم بتاعه والبلازما بيحتوي على تركيز عالي جدا من الدواء ده. يعني الدواء كله يعتبر الدم امتصه او الامعاء عملت له عملية ابزوربشن امتصاص فدخل للدم. اوكي. اخر حاجة معانا اللي هي الديوريشن، اللي هي مدة المفعول، مدة استمرار تأثير الدواء. how long it works، اللي هو مدة استمرار تأثير الدواء. تمام، بعد كده هناخد الفارماكولوجيكال ريسبونس. تمام، الدواء بيأثر بطريقتين، نوعين التأثير بتاع الدواء. يا اما intended اللي هو ثيرابيوتيك ده علاجي، او adverse دي اللي هو ضار او ليه اثار جانبية. هناخد مقارنة بقى بين الفارماكودايناميك. ماشي، عايزين نعرف ايه هي السورس بتاعت الدراج. يا اما بيجي من اليمنز الهرمون، او من الميكروبات بنجيب بنسلين اللي هو مضاد حيوي، ومن النباتات بنجيب مورفين مسكنات. الدراج ديسكفر، نبدأ بقى نعرف ايه هي الدراج ديسكفر بتاعتنا. قبل ما ناخد الدراج ديسكفر بتاعتنا لازم نرجع للسلايد ده عشان نعرف الريسبونس may be harmful اللي هو الاستجابة الضارة، او الادفيرس بتاع الدراج رياكشن، رد الفعل الدوائي الضار اللي هو بنسميها الاثار الجانبية. تمام، بيقولك هنا عشان نعالج الموضوع ده فلازم انه نعالج ان الدوز بتاعته كانت زيادة، فعايزين نعالج الدوز دي ونقللها، الجرعة بتاعته عايزين نقللها. اول حاجة ان احنا بنسحب الدواء withdrawal اللي هو بنسحب الدواء. طب لو انت مش قادر تسحب الدواء تقدر بقى تدور على علاج فوري للدواء اللي انت اخدته ده. زي مثلا لو انت واخد حاجة بتعمل حساسية فتبدأ تاخد مضادات للحساسية عشان تقلل تركيز الدواء او الجرعة الزيادة اللي انت خدتها في جسمك. فبنسمي العلاج الفوري ده اللي هي الاميديت تريتمنت، اللي هي العلاج الفوري. نرجع بقى للسلايد اللي احنا كنا فيه اللي هو بتاع اكتشاف الدواء. الدراج ديسكفر، يعني ايه دراج ديسكفر؟ هو اكتشفوا الدواء عن طريق 3 حاجات او ب3 طرق يعني. الطريقة الاولانية ان هو اكتشف خد دواء، اقتبس دواء كده من دواء، هو معاه دواء عمل دواء
طلع منه دواء تاني. الطريقة التانية ان هو خده من حاجات اللي هي ميكروبات، استخلصوا من ميكروبات او اكتشفوا عن طريق الصدفة. اول حاجة معانا ازاي جاب دواء من دواء، اللي هو عد الجزيء في دواء فعمل دواء تاني. بقول لك chemical modification of no molecule، يعني ايه عمل تعديل كيميائي لجزيء معروف. فزي مثلا جاب حاجة اسمها تيازيدز من حاجة اسمها سيلفوناميدز. فهو كده عمل حاجة اسمها تيازيدز، دي اللي هي مضرات البول المنفذة. التيازيدات دي مشتقات بنيوية لمجموعة السلفوناميدات، وتحديدا مشتقات البنزوسياديازين. تمام. بعد كده دي الكلام ده مش عليكم، ده زيادة بس عشان ايه افهمكم. بعد كده في حاجة اسمها سكيرنج اوف نيوتشر برودكشن، عشان يفحص المنتجات الطبيعية. فعمل ايه؟ جاب حاجة، طلع حاجة من الميكروبات اسمها ستريبتومايسين. فالستريبتومايسين ده مضاد حيوي عشان بيعالج السل. بيجي من بكتيريا التربة الخيطية المعروفة باسم ستريبتومايسيس غريسيوس. تمام. ما علينا من الاسماء دي، مش عليك، بس هي للتوضيح. بعد كده تالت نوع معانا وهو الصدفة، اكتشف عن طريق الصدفة زي البنسلين المضاد الحيوي. بعد كده فحص الادوية بلاد سكيرينج، بنفحصه عن طريق ان احنا بنعمل اختبارات على الانيمالز. بنعمل تقييم experimental evaluation، تقييم تجريبي. بنطلع منه الفارماكوداينامكس اللي هي الدراسة الميكانيكية، وكمان الفارماكوكينيتكس. الفارماكوكينيتكس دي بتبقى عبارة عن امتصاص او توزيع او تكسير او اخراج. والفارماكوداينامك دي اللي هي تأثير الدواء، بيعمل دواء بيعمل ايه في الجسم. فاحنا بنقول فارماكوكينيتكس اللي هي حركة الدواء، الجسم بيعمل ايه في الدواء. والفارماكوداينامك دواء بيعمل ايه في الجسم. تمام.